بدأ. أهلا، ده فيديو جديد يعني. والصراحة مستغرب نفسي جدا، منزل فيديو في نفس الأسبوع، يعني فيديو 30 اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الكمالية والكلام ده كله، اللي هو لسه من شوية قريبة، اللي هو امبارح. النهاردة الأربع، الفيديو نازل التلات، النهاردة يوم 1/1، أول يوم في شهر رجب، شهر من أشهر الحرم. وده ممكن تبحث عنه يعني. والصراحة النهاردة يوم أنا جاي أعلن فيه عن تحدي تدوين لمدة 30 يوم، وهنبقى نعمل منه فيديو في نهاية ال30 يوم، اللي هو يوم 30/1، أو اليوم 30 لشهر رجب. لو اليوم شهر رجب جه 30 يوم، لو جه 29 يوم فبرضه هيبقى أول يوم في شهر شعبان. هيكون الإعلان، هيكون الفيديو، مصورين الفيديو ده يعني، وهينزل السبت اللي بعده، او لو وافق يوم سبت فهينزل ايه، او لو وافق يوم جمعة وتصور وهينزل السبت، يعني ايه زي ما تيجي بقى. يعني انا لسه ما اعرفش هو هتيجي امتى، ولكن هو في فيديو السبت اللي فهيجي، فاحنا مصورين فيديو في نفس الاسبوع، مش مهم. ولكن دي واحدة بس. ايوه، النهارده جاي اتكلم عن فكرة هي عندي بقالها شوية حلوين، وهي الفرق بين الروتين والعشوائية. ولكن انا مش بتصنف ولا واحد من الاتنين دول، هو انا واحد في النص بينهم. يعني كنت قرأت مقالة قبل كده لكاتب سعودي، كنت ببحث عنه يعني. كنت عامل فيديو ايام 2022، اخر 2022 تقريبا. فاللي هو كنت عامل فيديو عن الموضوع ده، وكنت كاتب سكريبت وبتاع، بس لقيت ان جيت اجيب السكريبت اتفرج عليه، لقيته افكاره هي مش مناسبة لشخصيتي دلوقتي. وهي دي الفكرة، إن أنت تسجل الأفكار بتاعتك، فبحيث إنك تشوف مدى التطور اللي عندك. وإن أنا كنت مصنف هناك صنفين بس، يا روتيني يا عشوائي. وإن الروتيني بالنسبة لي أوب في الشخص خط مستقيم وبتاع، لكن بعد شوية اكتشفت إن لأ، يعني مفيش الكلام ده. ولكن هو أحيانا إحنا بنحتاج روتين، وأحيانا إحنا بنحتاج العشوائية. يعني بحب أوي الأيام اللي هي بتبقى في نص الرحلة، لو خلاص احنا خلصنا البداية وفي نص الرحلة بقى، الأيام اللي بتبقى هادية، وانت عارف معاك شوية حاجات، انت عارف انت ماشي ازاي بسيكونس معين، وخلاص كده انت تمام زي الفل. يعني ايه، والكلام ده حلو وهادي وجميل. فمن الحاجات اللي انا بحبها هي الحتة دي. فبحب الروتين، ولكن مشكلتي ان انا شخص عشوائي. بمعنى ان انا عندي مثلا اكبر حاجه عندي مثال هو الداونلودز عندي في اللابتوب. يعني مش هقول لك اوضتي، يعني داونلودز، بما اني بقعد على اللابتوب كتير، بقعد اذاكر، بقعد اخلص مشاريع تبع الكليه و فاي حاجه تبع الكليه هتلاقي مشاريع تانية، هتلاقي بي دي افات، هتلاقي مش عارف ايه في ايه في ايه في ايه، لدرجه ان انا بكسل اخش عندي على اللابتوب ادور على البي دي اف مثلا بتاع الماده الفلانيه اللي ورايا مثلا ماده بكره، فحب كسر اخش ادور عليه. ليه ما عليهاش فايل واحط الحاجه جواها زي البني ادمين وزي الناس زمايلي؟ لا، ما ينفعش. قوم جاي واخدها، قوم جاي داخل مدور هي نازله فين، افتكر هي نازله فين، واخش اجيبها من المكان اللي نازله منه، انزلها من جديد، او افتحها من جوه. فاللي هو طب ليه؟ طب ما اعمل، لا مش عامل. وطبعا اوضتي، يعني سيبك من الحته دي، لان الحته ديت هي الاوضه دي هي مفيش حاجه غير حاجتين بيتعملوا فيها، يا بصور يا بنام. يعني ما بعملش اي حاجه تانية. هو السرير هو حتى مش مترتب يعني، ما بتعملش غير حاجتين، يا بصور يا بنام، ما مش اي حاجه. لكن الاوضه التانية بقى بغير هدوم على السرير التاني، السرير مكان مذاكره، مكان نوم، مكان بص كل حاجه داخله في اي حاجه يعني. بس بالنسبة لي أنا عارف مكان كل حاجة، فعادي يعني اتعودنا. بس بحب النظام شوية، وأنا عادي، ما عنديش مشكلة في العشوائية في الحاجات اللي زي دي، لكن عندي مشكلة في عشوائية معينة، ألا وهي عشوائية إن أنا مش عارف أنا هعمل إيه بكرة. ودي حاجة بتؤرقني جدا، لأن بتخلي اليوم بالنسبة لي ما فيهوش أي حاجة، ما بعملش أي حاجة في اليوم. هو أنا بتني أضيع اليوم كامل عشان إيه؟ ما أنا مش عارف أنا هعمل إيه. أنا مش حاطط حاجة أنا عارف أعملها، هدف في اليوم. يعني مثلا المفروض ان انا ورايا امتحان كمان يومين، خلاص النهارده ضاع، كمان يومين يوم السبت.
فانا دلوقتي معايا 5 جمعة بس، فيوم هحل في المسائل ويوم هذاكر في النظر. تمام. المفروض النهارده كنت ذاكرت او قطعت حاجه. الحاجه الوحيده المفيده اللي عملتها النهارده هو ان انا حفظت الورد بتاعي وسمعت للشيخ بس. الورد بتاع الاسبوع، شكرا. هو ده اللي انا عملته النهارده. ايه تاني عملته؟ ما والله ان كان رحت مع والدتي عملت لها طلبين وخلاص، جيت نمت بقيت اليوم، يا نايم يا قاعد على الموبايل، ما فيش اي حاجه تانية، ما فيش حاجه في النص. فاللي هو في حاجه تانية اتعملت وتحدي وتشالنج وبتاع، بس ده حاجه غير معلنه ومش هعلنها يعني. ممكن بعد فتره معينه تتعلن، لكن دلوقتي لا خالص. يعني هنا بقى جت فكرة ايه؟ طب ما تيجي ندون كل يوم، هندون حاجات معينة. يعني انا عملت ايه النهاردة، مشاعري اخبارها ايه، يعني انا حاسس بايه، الثيم اللي معين عن اليوم يعني. طبعا احنا ال 30 يوم هم 30 يوم بتوع امتحانات، ففي زنقة الكلاب، فمعروفة يعني ايه. انت الشعور خلال ال 30 يوم دول ايه؟ ان انت بتندم على ما فات وبتحاول تستدرك عشان ايه؟ نطبق بقى اللي احنا اتعلمناه في فقه الاستدراك هنا. ما فيهاش حل تاني يعني، هي ما لهاش حل تاني غير ان احنا نقعد نستدرك ونقعد ايه يعني work and cry. يعني ايه؟ خلاص ما فيش وقت، انت بتشتغل. هو ده اللي احنا ماشيين بيه الفتره الجايه كلها. فالسيم اللي طبعا يعني الحمد لله يعني عارفين ان مشاعرنا عارفين عامله ازاي. وطبعا الالتزام بالصلاه على موقتها دي من اول الحاجات اللي هتتكتب. الحفظ بتاع القرآن، احنا المهام مدى كفاءتنا فيها. طبعا لازم مدى الكفاءة لازم نقوم كل التاسكات لأن كلها هتبقى مذاكرة. فغصب عنك انت هتذاكر لأن انت وراك امتحان، فمفيش وقت للتسويف يعني. وأنا بسوف، أي نعم أنا بسوف كتير. يعني أنا قلت جبت نسكافيه وجبت مش نسكافيه اللي هو نسكافيه، لأن نسكافيه مقاطعة، فأنا جايب حاجة مش مقاطعة يعني الحمد لله. وجايب بن وشاي في كل حاجة. بص، ورحت حلقت ورحت عملت اي حاجة عشان الفترة دي ما اسوفش. وبرضه بسوف وبضيع وقت عادي. ليه؟ لان انا مش عارف اللي ما فيش حاجة اللي هو ما فيش حاجة انت مش كاتب حاجة او عامل حاجة انها هتخليك حاسس بتأنيب ضمير بتاع ما تكون حاجة مكتوبة وبتاع وممكن أي حد يشوفها، لا مش عملتش جنبها صح كده ومبين إنك اشتغلت وعملت. في تأنيب ضمير من جوه كده يعني، وخوف من حتة بره، فاللي هو هتزق نفسك. وده من الحاجات اللي هتحاول تخلينا نزق في الحتة دي شوية. وطبعا بما إننا في فترة الامتحانات، فممكن يكون في فيديوهات استوديو مي، ممكن معرفش لسه، ممكن أصور ممكن لأ، ممكن الكلام ده كله. فممكن يكون في فيديوهات استوديو مي اللي هو احنا صورنا فيها فيديو واحد اللي هو كان مدته ساعة. فهنحاول يعني نصور واحنا بنذاكر، نعمل فيديوهات استوديو مي، مع ان الفيديوهات هي اريح في العمل. انت كده كده بتذاكر فمش هتخسر حاجه لما تفتح كاميرا وتسجل وانت كده كده قاعد بتذاكر وبتحل ومش عارف ايه والكلام ده كله، ولا اي حاجه. ويعني ممكن، وخصوصا ان الفتره ديت انت مزنوق في الفيديوهات وعندك امتحانات، فمش هتقعد تصور يعني ولا. بس عادي يعني هنقعد نصور، لان احنا عندنا ممكن الفيديو الاسبوع الجاي مش عارفين احنا هنتكلم عن ايه، بس هيتصور كده كده. ممكن يكون في فيديو استوديو مي برضه عادي، لان احنا بنحاول نعمل 70 فيديو. فممكن في اسابيع هيكون فيها فيديوهين، في اسابيع هيكون فيها فيديو واحد. يعني هو على مدار السنة انت عندك 50 فيديو او 54 فيديو هينزلوا. في مثلا 20 فيديو زيادة فهينزلوا مثلا كل اسبوعين هننزل فيديو زيادة. فانت هتجيب 70 فيديو، فانت هتحقق ال 100 فيديو اللي انا كنت حاططهم ستاندرد ان انا اعملهم على القناة دي كتجربة محاولة النجاح بالقناة. ما نجحتش برضه عادي هنكمل يعني. احنا ورانا ايه تاني يعني؟ احنا قاعدين بنسجل الافكار اللي عندنا وبنسجل ايه الحاجات المعلومات اللي معانا، بحيث ان احنا نقدر نرجع لها في المستقبل، بس مش اكتر يعني. ولكن لو حد استفاد بيها فبرضه احنا كسبانين، احنا بناخد حسنات يعني. ليه ما نخليهاش صدقة جارية علينا وما نشيلش سيئات؟ هي دي الفكرة اللي احنا بنحاول نوصل لها من هنا. وبس يعني يعني ده كان كل اللي موجود اللي هو بس. نسينا نتكلم اصلا عن المقال، معلش انا اسف. الدنيا زي الفل. المقالة اللي أنا كنت قرأتها للعالم السعودي تقريبا، هو كان سعودي الجنسية لكن هو عالم، هو شخص، هو كاتب، هو مش مهم تصنيفه إيه، ولا فاكر اسمه ولا فاكر أي حاجة. المقالة دي قريبة كتير أصلا. كانت بتصنف الناس على إنهم أكتر من تصنيف.
التصنيف الاول هو الشخص العشوائي، اللي اي حاجه عنده تلاقيها في اي حته، مش مخطط لاي حاجه، مش عارف ايه اللي هيحصل امتى والكلام ده كله، ده طبعا. والشخص العشوائي هو حقيقي هو مش موجود، يعني لو جينا نبص لها حقيقي هو مش موجود، هو مجرد نظريه محطوطه وخلاص. والشخص الروتيني هو شخص هو عنده حاجات معينة بيقوم بيها بسيكونس معين في توقيت معين كل يوم وي وي وي. فده ممكن نشوفه في مثلا حاجة شخصيات ظهرت في مسلسلات، وآخر مسلسل كان بيتكلم عن فكرة التوحد، كان بيبيع أوي الشخص الروتيني ده. أنا طبعا مش هقول اسمه، يعني إيه، أنا لمحت من بعيد بس مش هقول اسمه، يعني إيه، لسبب ما حاجة في نفس يعقوب يعني. تمام، فهم دول وده برضو شخصية نظرية أو نادرة الوجود. وفي بقى شخص في النص ما بينهم، يعني في هو مصنفهم عشوائي عشوائي، عشوائي روتيني، روتيني روتيني، في روتيني عشوائي مش فاكر، يعني هما كانوا 3 تصنيفات أو 4 تصنيفات اللي أنا فاكرهم 3. فالعشوائي عشوائي اللي هو أي حاجة في أي حتة، مش عارف إيه الدنيا، مش عايز الكلام على إيه، يلا هنعمل وخلاص، هنشتغل وخلاص. في روتيني ده الشخص اللي هو عنده روتين معين ماشي بيه، يعني انا عارف ان انا هعمل 1 2 3 4. في شخص اللي هو العشوائي الروتيني اللي يقول لك ايه، هو كان ضرب مثال هنضربه برضه في الفيديو، بس هو بيقول لك هو في حاجات عشوائيه عنده وفي حاجات روتينيه، او في حاجات عشوائيه بروتينيه. يعني هو الامثله اللي ضربها في حته ايه، في حته الصلاه في المسجد. فقال لك التصنيفات ديت اكتر حاجه هتلاحظها في الصلاه في المسجد، في الاشخاص اللي هم العشوائيه دول اللي تلاقيهم مثلا وهم داخلين يصلوا سايبين شبشبهم في اي حته امام المسجد، يعني عزكم الله. وفي يقول لك الاشخاص الروتينيه هو ان هو بياخد حذاءه اعزكم الله ويحطه في المكان بتاع الاحذيه اللي في المسجد، في مكان معين هو متعود ان هو يحط فيه. تمام. العشوائي الروتيني هو العشوائي الروتيني هو بيحطه امام المسجد، بس ايه، في جنب كده، هو عارف هو ده مكانه على طول بيحط هنا. في بقى الروتين العشوائي اللي هو بياخده يحطه في المكان المخصص ليه بس بعشوائيه، يعني هو يعتبر الروتين العشوائي والعشوائي الروتيني هما الاثنين نفس الشخص، يعني هو عمل نفس الحاجه بس بطريقه مختلفه. فبيقول ان السبب زحام إن المسجد في الخروج، في الناس الخروج مثلا من صلاه الجمعه والكلام ده، هو الاشخاص العشوائيه اللي هو حاطط حذاء في اي حته ومش عارف هو فين، فبيقعد يدور كتير قدام الباب، فبيسحم الدنيا وراه، فالناس ما بتعرفش تخرج. هي دي الناس الفكره. لكن الشخص الروتيني فهو عارف المكان فبيروح على طول. العشوائي الروتيني هو بيقول لك هو بيعمل ازدحام اخف، ولكن مش درجه العشوائي عشوائي. وانا الشخص اللي في النص، انا العشوائي روتيني، بس عشوائي في جنب وروتيني في جنب تاني. يعني في حاجات عندي هي روتين بس هي بتتكرر كل يوم وخلاص، يعني انا عارف ان دي بتتعمل بكذا وكذا وكذا، بس ما فيهاش اي افتكاسه، مش اي حاجه. فده روتين عندي بالنسبه لي. يعني مثلا صحياني اصحى، ابتدي اصلي، البس، اروح الكليه، انزل اركب مواصلات، بس هو ده روتيني، ده روتين كده كل يوم بيتكرر. تمام. فده بالنسبه لي روتين، في ده روتين. عشوائيه بقى في مثلا مكان لبس، يعني اي نعم مكان لبسي هو انا باجي يوم الاربعاء او يوم الخميس ارتب الدولاب كله، وارجع تاني يوم السبت او الحد الاقي الدولاب كله خرج بره، يعني الدنيا منبعثره والدنيا كده، لان والدتي بتجيب الهدوم اللي كانت نشراها فبتحطها لي، فالمفروض ان انا اشيلها احطها في مكانها في الدولاب، بس انا بكسل احطها في مكانها في الدولاب. الهدوم اللي انا لابسها برميها على السرير عادي، الكلام ده كله. فاللي هو بكسل اشيلها احطها في سله الغسيل عشان تتغسل. يعني ايه، انا متعب، انا عارف ان انا متعب، يعني انا عارف ان انا ممكن متعب الم هدوم كلها وارميها في وقت واحد، فاللي هو هنلبس ايه بقى، مع خلاص كل هدومنا كلها، ما احنا عشان متعبين، فمعلش يعني. والله والدتي تشكر على اللي هي بتعمله معايا وتستحملاني، يعني اي حد بيعاملني يشكر، لان انا اوقات ببقى رزل وبارد والكلام ده كله انا عارف، يعني عارف ده كويس. ولكن يعني ايه، اوقات ببقى بارد واوقات ببقى بارد، يعني ايه اللي هو دي ودي، يعني اوقات انا عارف ان انا بارد، يعني ببقى بارد غصب عني، واوقات انا ببقى بارد كده بمزاجي كده بالحب يعني. فالمهم
انا في التصنيف ده، انا في التصنيف اللي هو في عشوائيه في حياتي وفي روتينيه. يعني ما فيش، هو الحياه ميكس بين الاثنين. وده شيء كويس ان يكون فيه ان انت بتجدد في العشوائيه، ان العشوائيه بتخلي عندك شوق من التجديد، ولكن الروتين هو افضل ليك وافضل لدماغك، لان هو دماغك حاجه اتعلمتها من الكمبيوتر، بيمشي بسيكونس معين، بيمشي بترتيب كده، خطوات معينه، هي ستيبس، هو مع ستيبس معينه، هيعمل دي وبعد كده دي وبعد كده دي وبعد كده، هو ماشي كده. ما ينفعش يعمل تو ستيبس في نفس الوقت. فالعشوائيه بتلخبطه، تخليه مش عارف يعمل ايه، فانا هختار اختار اقل جهد فهمشي. بالظبط، هو بيمشي بمبدأ في التيار في الكهربية عندنا، هو في سلك ومقاومة، انا همشي بالسلك، انا هختار المسار الاقل مقاومة. فانت عندك مهمة المفروض تعملها بس ما حدش هيراجعك عليها، وفي مهمة المفروض ايه، ما خلاص هسوي بقى، ولا مش هقعد على السوشيال ميديا، فانا هروح على السوشيال ميديا، ما حدش هيحاسبني، ما حدش هيجبرني ان انا امشي في المسار ده، غير لو انا خليت سيركل من هنا ده شورت سيركت، ففي الحاله دي انا هاخد ده اوبن سيركت، مش شورت، اوبن سيركت، فهمشي في المقاومه. وانا مش عارف يعني، والله عندنا دكتور يشكر، يشكر جدا، هو رفع من مستوانا جدا، بس احنا يعني دخلت عوضت في الامتحان فجبت صفر من الامتحان والله، بس بسبب وهذا مش عيب في الدكتور والله، العيب فيا انا ان انا بنسى اشارات، ساعات اوقات بفرض حاجه وبمشي عكسها، فاللي هو بنسى اشارات، بنسى بتاع، برسم صح وبتحل صح، بس اتجاهل حته كده غصب عني، نسيان، وبيبقى غالبا الخطا اللي عندي هو تعويض رياضي بس مش اكتر، يعني ارقاميا صح بس تعويض رياضي وخطواتهم صح. والله الدكاتره يشكروا ان هم بيستحملوني، بيقول لك يمكن يبقى حاجه في المستقبل، ولكن يعني ايه، ده مش موضوعنا. الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عنه هو الروتين والعشوائيه، وان انت تبقى شخص روتيني ولا شخص عشوائي. ولكن انا شايف ان هي مفيش يا دي هما انت الاتنين مع بعض. هو الانسان معقد جدا لدرجه البساطه، بسيط جدا لدرجه التعقيد. فانت مش هتقدر او مش هتعرف تبقى روتيني في كل حاجه في حياتك لو انت شخص سوي، مش هتعرف تبقى شخص مثالي في كل حاجة في حياتك. هيجي علينا اوقات نبقى روتينيين في ايام جدا، وروتينيين وملتزمين وبتاع، بس هيجي ايام تانية احنا عشوائيين جدا. وهيجي ايام، هي دي الايام اللي انا بحبها، هي الميكس بين الاتنين، انا روتيني وعشوائي في حاجات انا روتيني فيها وفي حاجات انا عشوائي فيها، يعني ما عنديش مشكلة في دي. ولكن المشكلة عندي لما انا ابقى عشوائي بس وانسى حتة الروتين، ان انا اسيب حبل كده لنفسي، اللي هو يا باشا روح، ما فيش حاجة مراجعة، ما فيش الكلام ده كله. ومن هنا بدأ تحدي التدوين، ان انا ادون 30 يوم متتاليين، ونقول التجربة، نهاية التجربة نحكي القصة، اللي انا استفدته ايه، وده الاهم، وان انت هتستفيدوا ايه لما انت تجرب التجربة دي. وان شاء الله السنة دي يكون فيها حاجات، تطورات اكتر من السنه اللي فاتت. والسنه اللي فاتت يعني من السنين اللي انا كنت اتغيرت فيها جدا، اتطورت طبعا للاحسن، واللي انا حققت فيها حاجات انا ما كنتش ان انا اقدر اتخيلها في حياتي ان انا اقدر احققها. كنت بشوف الناس اللي بتحقق حاجات اجزاء النجاح دي، يعني النجاح كبير كده، ده انت واو، ده انت عامل شيء خرافي، ده انت. ولكن لما بدات بستبس صغيره، هو وصلت لحاجات انا مش متخيل ان انا اوصل لها. يعني مش متخيل ان انا اجيب تقدير عالي يعني تقدير عالي في الكليه عادي كنت اقدر اوصله، لكن ان انا رانك على الدفعه لا، ما كنتش هقدر، ما كنتش متخيل ان انا رانك على الدفعه، خصوصا إن الدنيا صعبه. ان انا اخد كورسات، كميه الكورسات دي واتطور، اخد كورسات واطبق واعمل الكلام ده كله واعمل مشاريع حقيقيه، ما كنتش متخيل ان انا اقدر اعملها. اي نعم المشاريع دي لسه ما ترجمتش لحاجه على ارض الواقع، ولكن هي كانت بس من فكره، هي كانت بتطبيق للفكره. واي نعم انا معايا شخص مجنون، هو انا بقول له تعالى نعمل حاجه يقول لي يلا، ولسه قايل له على فكره هنعملها في الاجازه، والفكره دي هيتعلن عنها على لينكد ان، وممكن نبقى نعمل عنها فيديو نتكلم فيها بالتفصيل عن ايه اللي حصل فيها والكلام ده كله في ال 15 يوم الاجازه دول. ولكن واي نوت يعني، وطبعا هشوف باقي شلتي ان حد فيهم حابب يخش معانا يلا، ما عندناش مشكله. ولكن يعني مش عارف اقول ايه.
هل اقول ان ده كل اللي كان عندنا الفيديو النهارده، ولا في كلام تاني عايز اقوله بس مش فاكر. ولكن اللي حابب اوصله بالفيديو ده، يعني انا نسيت اعرف نفسي في اول الفيديو بس مش مشكله. اللي انا حابب اوصله في الفيديو ده ان هو حاول ان يكون في حاجه بتلزمك ان انت تلتزم على الاقل بقدر معين، بستاندرد معين من الالتزام بالحاجات معينه انت لازم تعملها. ممكن الحاجات دي انت اللي تحددها لنفسك، قرايه، صلاه مثلا لو مش ملتزم على الصلاه بمواعيدها، ممكن قران، ممكن حاجات كتير قوي انت تحطها لنفسك تخليها عادات عندك، او تاسكات معينه انت عايز تعملها. يعني انت ملتزم بالحاجات دي بس تاسكات معينه، مثلا انك تروح الجيم، انك تعمل كذا، انك تعمل كذا، انك تعمل كذا. يعني الحاجات دي ما يعني هي دي الفكره. وبس حاول انك تكون شخص روتيني بجد. والروتين مش وحش، مش وحش خالص، بل بالعكس الروتين هو بيخليك تبدأ اكتر، تكون دي فيها مساحة اكتر وعندك وقت، انت عارف انت هتعمل ايه، فانت خلاص مش شاغل بالك انت هتعمل ايه بعد كده. يعني انت عارف ان انا مثلا النهارده انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، فانا مركز بس في الحاجه اللي انا بعملها، فانا هقدر اطلع كل طاقتي وكل تفكيري هنا. لكن مش في جزء من تفكيري هنا، والجزء الاكبر هو انا هعمل ايه بعد كده، الفكره الجايه ايه. هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم فيها. وبس ده كان كل اللي عندنا في الفيديو النهارده، وحابين نشكركم على المتابعه، وان شاء الله ان احنا نلتزم بالحاجات اللي احنا قلنا عليها نحققها السنه دي، ونحاول نلتزم في شهر رجب. ونفكركم ان شهر رجب من الاشهر الحرم، الاشهر اللي بيتضاعف فيها الذنب، يبقى الذنب ضعفين في العقاب بتاعه. والاشهر دي كانت بالمناسبه هي كانت من الاشهر الحرم في الجاهليه، كان العرب مقدسينها جدا لدرجه ان هم قطاع الطرق ما كانش بيرضوا يطلعوا قطاع الطرق في الاشهر الحرم، لان عارفين ان الذنب فيها مضاعف. فبس شكرا لكم على حسن المتابعه. انا احمد اوجيه، ودي قناتي، ودي سلسله فضفضه اللي هي بالمناسبه اسمها في فيديو ممل لا تشاهده. وهو العنوان ده هو مقصود ان الناس تخش تعند، لاني انا شخص من الاشخاص اللي بتعند فتخش تتفرج. فلا، عشان لو حد حب يستفيد حاجه وفي متابع هو دخل عند فينا، فشكرا لك يعني. وشكرا لكم على حسن المتابعة، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.